السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عايزين نتكلم النهارده ان شاء الله ازاي نحدد معامل تعديل ردود الافعال اللي هو الار او الريسبونس موديفيكيشن فاكتور. عايزين نتكلم على نقطة مهمة، ان احنا لو عندنا بار بالشكل ده، البار ده كان مطاط وبار تاني البار ده كان بلاستيك، يعني ده كده مطاط وده كده بلاستيك وده لوح زجاجي. لو انا ابتديت اثر على كل واحد فيهم بفورس، هنتخيل الشكل الديفورميشن اللي ممكن يطلع عندنا، فنقول والله ان المطاط انا هحط عليه فورس معينه، المطاط ده هيحصل له ديفورميشن بالشكل ده. اول ما هشيل الحمل هيرجع لشكله الاصلي. طب البلاستيك هيفضل بعد ما اشيل الحمل ثابت على شكله ما بيتغيرش. الازاز او الزجاج هيتكسر. ده الفرق ما بين الدكتيليتي وما بين البلاستيستي. الفرق بين المرونة وان احنا بنتكلم في اللدونة. اللدونة هو حدوث التشكل ده غير مرن، هو تشكل فعلي حصل. انا بعد ما اشيل الحمل مش هيرجع العنصر نفسه لشكله القديم. تمام؟ ده المبدأ اللي احنا بنشتغل بيه في الزلازل. فانا لو عندي مبنى كده، المبنى ديت عليه قوة زلزالية، لو انا افترضت ان انا عايز المبنى يتصرف تصرف مرن بالكامل، ان هو بعد الزلزال ما يخلص المبنى زي ما هو مفيش اي تشكلات حصلت فيه او اي تضرر حصل فيه، فده هيخليني مضطر ان انا اعمل قطاعات كبيرة، قطاعات تسليح كبيرة. تمام؟ تفاصيل التسليح لازم تكون عالية. ده هياكل بالمساحة بتاعتي، يعني انا المساحة اللي انا هعيش فيها ده هيقللها بشكل كبير. طيب التطوير اللي حصل ازاي؟ حصل ان انا هسمح ان يحصل عندي بلاستيك هينجز او مفصلات لادنة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هسمح ان يحصل شوية تشكلات في الاطارات، وليكن مثلا شكل الاطار هيبتدي يحصل عندي شوية تشكلات في الاطارات. التشكلات دي بعد زوال الحمل او بعد انتهاء الزلزال هي مش هترجع لوضعها الطبيعي خلاص، يعني هي هيبقى الموضوع بيرمننت ثابت موجود. بعد الزلزال ما يخلص يا اما اخد قرار بالتدعيم او بالازاله ايا ما يكون. اهم حاجه ان هو ما يوصلش لمرحله اللوح الزجاجي اللي هو بيحصل له بريتل فيلير، بيتكسر على طول. فهو اهم حاجه ان انا احافظ على اللايف سيفتي. تمام؟ تعال نشوف الكود المصري قال ايه في الموضوع ده. الكود المصري قال معامل تعديل ردود الافعال تخفيض القوى اللي هو ار، قال لك معامل يعتمد على مدى منطقيه النظام الانشائي. فدي كده اول نقطه هنتكلم فيها. هو بيحدد لي المبنى ده هيكون دكتايل قد ايه، وطبقا لكده اقدر اخفض الفورسز. قال لك يمثل ان النسبه بين القوى المتولده داخل عناصر النظام الانشائي بتتصرف تصرف مرن بالكامل بدون حدوث اي تشكلات لدينا. هي القوى المتولدة إذا حدث بالنظام بعض التشكلات اللدنة التي تقوم باستنفاذ جزء من طاقة التأثير الزلزالي، يعني بلاستيك هينجز. بيحصل حاجة اسمها انرجي ديسيبيشن، تشتيت للطاقة. تمام؟ عظيم جدا. أنا لحد هنا ما كانش عندي مشكلة مع الفهم بشكل كبير، ولكن أنا عندي المباني ممكن نصنفها 3 أنواع. ممكن نصنفها إن أنا عندي مبنى بالشكل ده هو فيه شيرول مع مومنت ريستنج فريم، يعني كاميرا وعمود. تمام؟ المبنى ده أنا همسك العمدان، هبص على شكل المومنت بتاع الزلازل هلاقيه عامل كده. أنا هعمل عند الجوينت دي ريليز وعند الجوينت دي ريليز، أصبح إن العمود نفسه مش شايل معايا مومنت، هو مبيشيلش مومنت خالص، اطار فراغي بسيط. تمام؟ ساعتها اي حمل هوريزونتال هيبقى جاي على ايه؟ على الشيرول نفسها. فده مبنى عباره عن شيرول، ما عنديش معاه مشكله، ده مبنى صريح. هقدر ان انا احدد قيمه الار بتاعته بشكل سهل جدا. او بيبقى عندي الحاله الثانيه ان انا يكون عندي المبنى كده هو بس ما فيهوش اكتر من مومنت ريزيستنج فريم، ما فيهوش شيرول اصلا، فده برضه مبنى بسيط اقدر احدد الار بتاعته بسهوله. اما المشكله بتطلع فين؟ المشكله بتطلع ان انا يكون عندي المبنى نفسه
هو في شير وول مع مومنت ريزيستنج فريم. انا اقدر احدد بقى طبيعه المبنى دي ايه. عظيم. تعالى نبص على حاجه كمان مهمه زي موضوع ان احنا نعدد او نعرف قيمه الار. ان شكل الدريفت او الديفورميشن اللي بينتج عن المبنى لما بيكون مومنت ريزيستنج فريم او لما بيكون شير وول. خد بالك انت لما تجمع التأثيرين مع بعض، يعني تجمع ان انت عندك شير وول مع مومنت ريزيستنج فريم، شكل الديفورميشن بيختلف، بيبقى افضل كتير. ليه؟ لان انت بتلاقي ان الشير وول قوي من تحت، وكل ما بنطلع فوق اكتر كل ما بتلاقيه بيضعف. تلاقي ان الدريفت هنا ابتدى يكون بقيمه كبيره، على عكس المومنت ريزيستنج فريم. يعني المومنت ريزيستنج فريم انت في الاول الامور كبرت معاك شويه، وبعدين بتلاقي ان الدريفت بيقل، يعني الامور بدات النسبه نفسها بتقل. تمام؟ فلو انت جمعت الاثنين دول على بعض هتاخد شكل ديفورميشن ممتاز جدا. يبقى احسن نظام بالنسبه لي من ناحيه الدريفت هيكون الدول سيستم، ان انا اشغل الاثنين مع بعض، ده اللي انا بهدف ليه. تمام؟ طيب تعال نشوف الكود المصري قال لي ايه عشان اقدر احدد لمبنى مكون من مومنت ريزيستنج فريم مع كمان شير وول. قال لك احنا عندنا انظمه انشائيه مقاومه للزلازل، اولها نظام الحوائط، وبيتكلم شويه على الحيطه، وبعدين بيقول اهم نقطه كده، قال لك بحيث تزيد مقاومه القص. تمام؟ هي مقاومه البيس شير فرصه الزلزال عند الفاونديشن. تمام؟ لها عند القواعد عن ثلثي مقاومه القص للنظام الانشائي بالكامل. بحيث تزيد مقاومه القص لها، قصده هنا طبعا على الشير وول هنتكلم عليها. تمام؟ يبقى انا عندي الشير وول هتشيل تقريبا 66.6%، يبقى انا كده شغال شير وول سيستم. الفريم ده ملوش تأثير وملوش وجود، بس ده جاب واسع قوي. بس خلينا الاول نرسمه على الجراف ده. الجراف ده برسم عليه الريزيستنس بتاعة الشير وول، ده مجرد الريزيستنس بتاعة الشير وول. فطبقا للكود، الكود بيقول ان انا لو شير وول سيستم فانا عندي الريزيستنس بتاعتي من 66.5 مثلا في المية لحد 100%. تمام؟ طيب فقلنا ان الجاب ده يعني جاب واسع قوي، اصل برضو كده العمدان هي شغاله معايا. يعني انا بتكلم مثلا في ان انا عندي الريزيستنس بتاعت الحيطه شغاله معايا وليكن 70%، فانا في 30% المومنت ريزيستنج فريم هم اللي شايلينها، لان هو ما فيش غير يا اما الفورس هتتشال على مومنت ريزيستنج فريم يا اما هتتشال على الشير وول، مفيش حاجه ثالثه. تمام؟ فبالتالي انا كده الدنيا وسعت مني قوي، جاب كبيره قوي. تمام؟ فراح جاي الكود قال لك طب انا هديك كمان استثناء في المنطقه دي. تمام؟ يحسن لك الوضع في الدريفت بتاعك. ايه الاستثناء ده؟ انزل معايا تحت كده شويه. الكود جه قال لك ان انا عندي حاجه اسمها نظام مركب من اطارات فراغيه مقاومه للعزوم، اللي هي مومنت ريزيستنج فريم. تمام؟ قال لك بلس زائد حوائط، يبقى انا عندي كمان شير وول. بس جه قال لك اكتر من نقطه يعني، بس احنا هناخد بند واحد من الجزء ده، ان هو بيقول ان الاطارات المقاومه للعزوم تقاوم بمفردها 25% من القوى العرضيه الكليه. يعني انا دلوقتي الجاب الواسع ده قدرت اعمل له ليميت شويه. تعالى كده نبص عليه ونرسمه. انا دلوقتي بتكلم في ان انا عندي من 66% عشان ابقى ستيل شير وول لحد 75%. انا كده اقدر اتكلم في ان ده دول سيستم. في الكود الامريكي لحد دلوقتي هو نفس المفهوم. في الكود الامريكي عنده
الشير وول، بس الكود الامريكي ما بيحددش النسب دي حقيقة الامر يعني. تمام. فهنا كده انا بالنسبه لي ان انا عندي ال 25% النسب دي اللي هي بتاعت التلتين، لكن 25% موجوده في الكود الامريكي. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الحاله الثانيه ان انا من 66% لحد 75% انا كده بقى في مساهمه واضحه للاطار، يعني الاطار بدا بيعمل لي كونتريبيوشن مش قليله. فساعتها انا ممكن اتكلم في ان انا دول سيستم واخد البنفيت بتاعت شكل الديفورميشن اللي هيطلع ده. تمام؟ عظيم. تعال نكمل قرايه. نظام الاطارات اللي هو المومنت ريزيستنج فريم، قال لك النظام ده عكس الفكره بتاعت الشير وول. احنا قلنا تلتين على الشير وول هيبقى تلتين على الفريم، يعني كده الفريمات دي هتشيل 66.6% من الاف بيز. تعال نرسم الكلام ده. انا هنا كده لو الاطارات هتشيل 66%، هيبقى بالنسبه لي الحيطه شايله قد ايه؟ تقريبا 33%. هتلاقي بقى في منطقه واسعه هنا ما بين 33 و3.10% لحد 66.6%. المنطقه دي انا مش لاقي لها اسم، وتخضع لاكتر من حاجه. يعني ممكن اتكلم في ان هي وليكن مثلا ان في حاجه فيهم اكتر من 60%، فخلاص هتميل اكتر للاتجاه بتاعها. يعني منطقه ال 60% هنا مثلا لو الشير وول شال 60%، فانا قربت قوي من 66%. بس بنص الكود لا، ما عنديش حاجه صريحه اقدر اسكنها فيها. الكود الامريكي في الحته دي او في المنطقه دي هو بيسميها شير وول انتر اكتيف سيستم. الكود المصري بيسميها دول سيستم برضه. تنزل تحت كده شويه، هو ده نفس البند بس انا يعني مفصله. تمام. باخد اول نقطتين وهنا تاني نقطه او ثلاث نقط. تعال نقرا كده مع بعض. قال لك نظام مركب من اطارات فراغيه ومقاومه للعزوم وحوائط قص. قال لك يتم تصميم النظام طبقا لما يلي: الاطارات او حوائط القص تقوم مشاركه بينهما القوى العرضيه، او هي المفروض تقوم بمشاركه القوى العرضيه بينهما، وذلك طبقا لنسبه الكثافه. فبالتالي انا هنا ما عنديش نسبه، مفيش 50 30 تلتين، ما عنديش النسب، هي اي حاجه. بس هي فعليا ما ينفعش تكون اي حاجه، بس هي لو كانت اي حاجه طب هيبقى ايه الفرق ما بينها وما بين النظام ده او النظام ده او حتى النظام ده؟ ما انا اي نظام فيهم هيجي عليه وقت يبقى فيه شير وول مع مومنت ريزيستنج فريم وفي نسب، اي نسب. فبالتالي اللي نفهمه من البند ده ان هو بيتكلم على المنطقه اللي في النص دي. طبعا في كمان حاجه مهمه قوي واحنا بنحدد التايم بيريود. انت وانت بتحدد التايم بيريود في المعامل اللي هو السي تي. المعامل ده بيتوقف على النظام الانشائي. بيقول لك والله لو انا عندي مومنت ريزيستنج فريم خد الفاكتور ده ب 0.075، كافه المنشآت الاخرى خده ب 0.05. فبالتالي تبعا للفكر اللي انا هحطه في السيستم هقدر احدد بيه السي تي. شكرا لحضراتكم جدا، اتمنى الفيديو يكون مفيد. شكرا.